بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم المهندس محمد سعيد من قناة دليل المهندس سعيد. والنهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا لو بتفكر تشتري مبرد مية، وهو تشتري مبرد مية قارورة علوية ولا سفلية، وايه أهمية القارورة الأوتوماتيك لو حابب تجيب قارورة علوية. هنشوف دلوقتي المميزات والعيوب، ويلا بينا نبدأ الحلقة. طيب دلوقتي بقى هنعمل مراجعة سريعة للقارورة العلوية الأوتوماتيك وهنتكلم عن مميزاتها. اول حاجه زي ما انت شايف انها ديكوريه جدا، يعني شكلها كويس وحجمها صغير غير القارورة العاديه. تاني حاجه انك بتوصلها على الفلتر بتاع الميه بتاعك، يعني بتضمن ان الميه اللي انت بتشربها ميه مفلتره على طول من الفلتر بتاعك، ولو الفلتر بتاعك قوي هيفرق معاك جدا في جوده الميه وفي طعمها. ناس كتير بتشتكي من ان القارورة الاوتوماتيك اشتروها وبتسرب ميه، فيا جماعة ده الحل. يعني بصوا توصيلها، ادي الخرطوم وهو العادي تمام. ده عبارة عن حنفية بتتفتح او تتقفل. ايه ميزة الحنفية دي؟ ميزة الحنفية دي اول حاجة زي ما احنا قلنا ان لو العوامة عندك هنا بتسرب مية، فتقدر ان انت تملى الخزان اللي هو ده لحد حد معين وتروح قافله يدوي تمام، زي القارورة العادية. اكنك جايب قارورة عادية، بس الفرق ان انت مش هتشيلها بايدك، لا انت مجرد هتوصل المية تفتح الحنفية او تقفلها، فدي ميزة. تاني حاجة لو انت عايز تغسل الخزان ده او تعمل له صيانة او اي حاجة، فانت بكل سهولة هتروح قافل الحنفية دي وهتعمل صيانة للقارورة الاوتوماتيك او هتنضفها. فدلوقتي زي ما قلنا القارورة الاوتوماتيك بتتكون من ايه؟ بتتكون من الخرطوم اهو. الخرطوم ده واصل من الفلتر لغاية القارورة. فالقارورة الاوتوماتيك ينفع تركبها لو مبرد المية عندك جنب المطبخ او في مسافة مش كبيرة بينه وبين المطبخ، لكن لو المسافة كبيرة فطبعا هيبقى الموضوع صعب ان انت توصل القارورة اوتوماتيك. فدلوقتي ان انت بتجيب الخرطوم ده وبتوصله بالحنفية الفتح والقفل تمام. ودلوقتي لو شغلت الحنفية لغاية الاخر، المفروض ان جوه القارورة في عوامة هتفصل لما المية توصل حد معين، وكل لما تشرب ميه من الديسبنسر هتلاقي العوامه بتتملي تلقائي من غير اي تعب او مجهود منك. لو عايزين نعمل مراجعه تفصيليه لتركيب القارورة الاوتوماتيك بسهوله من بيتك من غير مجهود فني، والاماكن اللي تشتريها منها وسعرها، اكتبوا لي في الكومنتات. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكوا كل جديد في عالم الاجهزه الكهربائيه. طبعا رأيي الشخصي إن القارورة العلوية أحسن من القارورة السفلية لحاجات كتيرة جدا، وهنبتدي بأول ميزة للقارورة العلوية. أول ميزة طبعا إنك ينفع تركب قارورة أوتوماتيك لمبرد المية، والقارورة الأوتوماتيك هتفيدك كويس جدا. بدل الشيل والحط بتاع القارورة العادية، القارورة الأوتوماتيك هتبقى أحسن لك كتير جدا. هتخف عنك الحمل من الشيل والحط، وهتخلي فيه مية متواجدة دايما في مبرد المية من غير تعب بتاع زمان. تاني حاجة ودي اتكلمنا عنها في فيديو سابق ازاي تختار مبرد المية، وهتلاقي اللينك في الديسكريبشن، ان القارورة السفلية ليها طلمبة رفع مية، مشكلتها انها بتحتاج صيانة من فترة للتانية. فعشان كده انت لو جبت قارورة علوية هتريح نفسك وهتريح دماغك، مش هتشغل بالك كتير بصيانة الطلمبة دي. تالت حاجة يا جماعة واللي ناس كتير متاخدش بالها منها، ان مبرد المية القارورة السفلية لو النور قطع وطلمبة رفع المية مش هتشتغل، فعشان كده مش هتعرف تشرب من الديسبنسر. لكن لو المبرد المية كقارورة علوية فصلت الكهرباء، هتقدر تشرب مية عادية جدا من غير أي مشاكل. هي صحيح مش هتبقى باردة، بس هتشرب مية من المبرد، سواء انت حاطط مية معدنية أو مية مفلترة. لو انت خايف عشان ديكور بيتك عشان القارورة السفلية شكلها أحسن وأميز، فبرضو القارورة الأوتوماتيك شكلها مش بطال وهيعجبك جدا، وحجمها صغير زي ما انت شايف.